في قلب التاريخ القديم، حيث كانت الرمال والصحراء تمتد بغير حد، ازدهرت المملكة المورية بوصفها إحدى الممالك العظيمة التي أسسها الأمازيغ في شمال إفريقيا. تأسست المملكة قبل الميلاد وامتدت على مساحات شاسعة من المنطقة التي تعرف اليوم بالمغرب والجزائر. كانت المملكة مملكة تضم ثقافة غنية وتاريخاً عريقاً، وقادها ملوك أمازيغ عظماء مثل الملك بوخوس والملك يوبا الثاني. تحت حكم بوخوس الذي كان من الملوك الأماجد، عرفت المملكة عصراً من القوة والاستقرار. وكان بوخوس قائداً حكيماً حمل راية الحضارة والتقدم، وربط علاقات سياسية وتجارية مع جيرانه، مما جلب الازدهار للمنطقة. كان شخصاً شديد الحنكة ويتبع أساليب دبلوماسية لدرء الأخطار عن مملكته. أما يوبا الثاني فقد كان ملكاً مثقفاً وعاشقاً للعلوم والفنون، وقد أرسى الأسس للنهضة الثقافية والعلمية في المملكة المورية. عند زيارته لروما التي كانت في أوج عظمتها، اكتسب الكثير من المعارف التي نقلها إلى مملكته. السيوبا الثاني لمراكز علمية وفنية تعنى بالبحث والإبداع، وبهذا الجهد أصبحت المملكة منارة للعلم والمعرفة في المنطقة، وجذبت عشاق العلم والترحال من كل مكان. عرفت المملكة المورية أيضاً بنظامها المعماري الفريد، حيث بنيت قصور وقلاع مبهرة بتقنيات معمارية متقدمة شهدت على عبقرية مهندسيها وقدرتهم على ترويض البيئة القاسية في الصحراء. ورغم زوال المملكة المورية بفعل الزمن وسقوطها تحت ضغط الإمبراطوريات الناشئة، إلا أن إرثها الثقافي والتاريخي ما زال يذكرنا بعظمة تلك الحقبة وثرائها الحضاري.